أقدم اعتذاري باسمي وباسم جاري وباسمنا جميعا نحن معشر الجرذان. سامحني سيدي إن كانت دمائي أو بقايا أشلائي أو حتى خبزي ومائي قد لوثت يا سيدي حذاؤك المبجل، أو أرقت يا سيدي أسماؤك الخرفاء، أو قاطعت يا سيدي استجمامك المطول. فغيروا التردد وغيروا القناة وتابعوا معا مسلسل الحياة، واسمحوا لي جميعا بسرد قصتي. قد كنت عبدك المطيع يا سيدي بالأمس، لكن جرى أمر مريع قبل يوم أمس أصابني والجميع وأبنائي الخمس. عشنا بفتات جبني وتناجينا بالهمس، وفجأة استنشقنا رياحا مجهولة الهوية، لا ندري شرقية شمالية أم غربية، مصدرها حبوب الهلوسة أو ربما دماء ملوثة أو رياح بوعزيزية، لكنها يا سيدي قد شوهت فينا معنى العبودية وغيرت فينا الخارطة الوراثية. وفجأة هتفنا حرية سورية حرية، كلمة غامضة أعجمية لا معنى لها بقواميسنا البعثية، فاحترنا بلغزها وبقينا بحيرتنا لولا بثينتنا أطلت وأخبرتنا أنها أجندة خارجية. فأنقذنا يا سيدي من غزو المخلوقات الفضائية، فكلنا أصابنا الوباء، وكل من قرأ القصيدة أصابه الوباء، وكل من سمع الطريدة أصابه الوباء، وكل من سمع النداء أصابه الوباء. وحوران